الرسالة دي رسالة مهمة ليك يا مين بقى؟ يا كل واحد قلقان من الظروف الصعبة اللي احنا فيها، لكل واحد خايف من بني آدم زيه يعمل له مشاكل، يأثر عليه في شغله، يأثر عليه في رزقه. والرسالة دي ولله المثل الأعلى أكيد جاية لك من ربنا، لأن كل حاجة بإيد ربنا. لو سمحتوا لو سمحتوا لما يبقى ليك حاجة عند حد في الزمان ده أو بتطلب حاجة، اعمل زي ما سيدنا علي بن أبي طالب قال لك اطلبوا الأشياء بعزة نفس فإن الأمور تجري بمقادير الله. الشيخ الشعراوي قال جملة حلوة قوي، قال لك لا تخف أبدا من البشر، فأقصى ما يستطيع القيام به هو تنفيذ وتحقيق قدر الله. أنا عارف إن الأيام دي الرزق صعب والدنيا صعبة والأمور ضيقة والحياة غالية، بس الرزاق هو ربنا. من الحاجات اللي ربنا أقسم عليها في القرآن وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا أقسم قال لك وفي السماء رزقكم. طب احنا عايشين في الأرض وأسباب الرزق في الأرض، بس المتحكم في الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا طمنك قال لك أي هواجس في دماغك مخوفاك، مديري هيرفدني، هيقطع عني الفلوس، رايح استلف من حد وهذل نفسي ليا حاجة عند فلوس عند حد فهستحمل قلة أدبه عشان القرشين. كل الهواجس اللي في دماغك دي أساسها مين؟ الشيطان. لأن ربنا قال لك إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر. ربنا بقى بيوعدك بإيه؟ مغفرة منه وفضلا. وفي آية تانية قال لك إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. الخلاصة عشان ما طولش على حضرتك وعلى حضرتك، دي رسالة تطمين بإذن الله. الرزق بإيد الله، المقادير كلها ماشية بأمر الله. فلو سمحت، أغلى حاجة عندك هي عزة نفسك، هي كرامتك، هي شكلك قدام نفسك قبل ما يبقى قدام الناس. اوعى تذل نفسك أو تهين نفسك أو تهين كرامتك عشان قرش، عشان مصلحة. فإن الأمور تجري بمقادير الله. خليك مع ربنا وانت كسبان، واطمن إن الله الرزاق ذو القوة المتين. صباحكم سعادة وصباح السعادة.